في الفيديو ده هعلمك ازاي تكتب مقالات بالذكاء الاصطناعي بضغطة زرار واحدة بس، والاهم ان المقال هيكون بطابع بشري. كتابة المقالات هي واحدة من اهم مصادر الربح من الانترنت، واللي بتقدر من خلالها تدخل لحد $2 لكل 1000 زيارة من الوطن العربي على المقالة بتاعتك، و$8 لكل 1000 زيارة من امريكا. لكن مش كل الناس بتقدر تحقق الارباح دي بسبب ان المقالة بتاعتهم ضعيفة، ده سبب. والسبب التاني المهم ان المقالة بتكون مكتوبة بطابع غير بشري او معمولة بالذكاء الاصطناعي، لان جوجل الفترة الاخيرة ما بقتش ترشح المقالات اللي مكتوبة بالذكاء الاصطناعي في محركات البحث. طب لو انت اصلا مش جامد في كتابه المقالات وعايز تدخل فلوس من المجال ده، ازاي تكتب مقاله بالذكاء الاصطناعي وتكون احترافيه جدا واخده الطابع البشري في 3 خطوات بس؟ حضر فنجان قهوه وركز معايا، بس ما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحق تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا فهيم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من الفهيم. قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الاداه اللي احنا هنستخدمها النهارده هي اداه قادره انها تعمل لك مقاله احترافيه جدا، والمقاله تكون فيها صور وفيديوهات، وكل ده معمول بالذكاء الاصطناعي. والاهم من كل ده ان المقاله بتكون واخده الطابع البشري، وكمان قادره انها تكتب اكتر من 100 مقال في نفس الوقت، وكل ده بوان كليك او ضغطه زرار واحده. والاداه دي هي اداه SEOwriting.ai. يلا بينا نشوف ازاي نعمل مقال احترافي عن طريق 3 خطوات بس. اول خطوه هي انك تسجل في موقع SEOwriting.ai. اول لما بتفتح الموقع بتكون هي دي الواجهه اللي قدامك، وطريقه التسجيل سهله جدا. بتقدر تسجل عن طريق حاجه من اتنين. اول حاجه انك تلينك جوجل اكاونت بتاعك بالموقع وهو بيسجل اوتوماتيك. الخطوه الثانيه هي انك تكتب اسمك وتكتب الايميل اللي انت عايز تسجل بيه، وتحط طبعا باسورد قوي، وتقدر تدوس ساين اب. ولكن انا عشان عندي اكونت فانا هدوس لوج ان على طول، وهعمل لوج ان عن طريق جوجل، وهدخل بالاكونت بتاعي، وبكده انا قدرت ادخل على الاكونت بتاعي في الموقع. الخطوه الثانيه هي اضافه معلومات المقاله. ركز معايا بقى في النقطه دي، لان هي دي النقطه اللي انت هتقدر تكتب من خلالها المقال بشكل احترافي. طبعا هتدوس على كليك بلوج بوست. اول لما تدخل بتكون هي دي الصفحه اللي انت هتحط فيها الداتا بتاعه المقال اللي انت عايزه. المين كي وورد هو المقال بتاعك بيكون عن ايه. انت تكتب العنوان. انا مثلا عايز اعمل مقال عن التأثيرات السلبية عن قلة التأثيرات السلبية على الدماغ بسبب قلة النوم مثلا. طيب انا كده كتبت المقالة بتاعتي انا عايزها عن ايه. طبعا عشان اكتب التايتل بتاع المقالة، لو انا مش هقدر ان انا اكتبه بشكل احترافي، ممكن ادوس على جنريت تايتل وهو طلع لي التايتل ولكن باللغة الانجليزية. طيب انا مش عايز المقالة بتاعتي تكون باللغة الانجليزية. الموقع بيدعم لغات كتير جدا. كل اللي عليك انك هتختار من هنا اللغة العربية، وبعد كده تدوس جنريت تايتل من تاني، وهيكتب لك المقالة او التايتل بتاع المقالة باللغة العربية. طبعا التايتل كويس جدا، التأثيرات السلبية على الدماغ بسبب قلة النوم، ما هي الحلول. طيب نبدأ بقى نحط الداتا بتاعة المقالة بتاعتنا. طب الارتيكل تايب انا هختار انها تكون هاو تو جايد. وبالنسبة للارتيكل سايز، حجم المقال بتاعي انا هختاره ميديوم. الميديوم بيكون من 2400 ل 3600 كلمة. بالنسبة للتون اوف فويس، انت عايز التون اوف فويس بتاع المقال بتاعك يكون ازاي؟ بروفيشنال، انفورميشنال، فريندلي، براحتك. انا هخليه معلوماتي اكتر، لان احنا بنتكلم عن مقال عن حاجات حقيقية، التأثيرات السلبية للنوم. الاي اي موديل، في كذا اي اي موديل تقدر تستخدمهم، ولكن انا هستخدم الشات جي بي تي 4. عندك البوينت اوف فيو. النقطة دي مهمة. البوينت اوف فيو هي الطريقة اللي المقال بتاعك هيتكتب بيها. هل انت عايز تخاطب الناس بصيغة انت، ولا بصيغة انا تنقل تجربتك، ولا بصيغة احنا؟ انا دايما بفضل حتى في كتابة السكريبت ان انا اكون بكلمك انت، فانا هكتب يو، يور، ويورز، second person. التكست ريدابيليتي، هنا النقطة دي برضو مهمة جدا جدا، لان هي دي النقطة اللي بتخلي المقال بتاعك مكتوب بطابع بشري. في كذا اختيار، ولكن الاختيار اللي انا بفضله واللي انا برشحه ليك انك تختار ال8 وال9 جريد الايزلي اندرستود. الاختيار ده هيخلي المقال بتاعك مكتوب بطابع بشري. التارجت كانتري، انت طبعا عايز تتارجت المقال بتاعك يتارجت طبعا الناس في البلاد العربية، علشان كده انت هتختار ايجيبت مثلا. انا هختار مصر لان انا عايز المقال يتارجت الناس اللي في ايجيبت. طيب البراند فويس،
ده لو انت عندك براند عايز تربطه او عايز تخلي المقال بتاعك يكون مشابه لحاجة معينة، فانت بتقدر تختار البراند فويس من هنا، ولكن انا ما عنديش دلوقتي. طبعا تقدر تحط رقم تليفون لو انت حابب. طيب نيجي بقى عند النقطة دي مهمة جدا، فكرة انك تكون حاطط في المقال بتاعك ميديا زي الصور والفيديوهات. انا طبعا هكون حابب الموضوع ده جدا، فانا هفعل دي يس، وهختار النمبر اوف ايمجز او عدد الصور يكونوا 3. الايمج ستايل طبعا انت ممكن تختار اي حاجة من هنا، في كرتون، في فوتو، انا هختار فوتو. وطبعا تقدر تختار كمان حجم الصورة بتاعتك، انا هخليها زي ما هي. لو في additional instructions، لو انت عايز صور بشكل معين او صور في مخيلتك انت بشكل معين، تقدر تكتب اللي انت عايزه هنا او اي ديتيلز انت عايزها، وهو هيحط لك كل الصور معمولة بالذكاء الاصطناعي. طيب الفيديوهات، انا فعلا عايز فيديوهات في المقالة بتاعتي، هفعل دي اس، وهخلي عدد الفيديوهات برضو 3، وهسيب دي زي ما هي. السيو او الكلمات المفتاحية، هنا انت بتكتب كلمات مفتاحية للمقالة بتاعتك. طب لو انت مش عارف تكتب كلمات مفتاحية، او لو انت ما عندكش كلمات مفتاحية، كل اللي عليك انك هتضغط على الايكون دي، وهو هيطلع لك الكلمات المفتاحية اللي ليها علاقة بالتايتل او بالمقالة بتاعتك زي ما انت ما شايف. طيب لو انت شايف ان عدد الكلمات المفتاحية دول قليلين، تقدر تضغط ضغطة كمان، هيطلع لك كلمات مفتاحية اكتر. طيب الاستراكشر بتاع المقالة، تقدر لو انت عايز تبدأ الهوك بتاعك، في كذا هوك، في هوك بيبدأ بالكويشن او السؤال، في حقائق او احصائيات او كوتيشن. طبعا تقدر تختار اي حاجة انت بتفضلها، ولكن انا بفضل دايما ان اي مقالة تبدأ بسؤال. هنا تقدر تفعل في كذا حاجة تقدر تفعلها، الكونكلوجن، التيبلز طبعا لو انت شايف ان الموضوع هنا صعب انك تخليه باللغة الانجليزية، لو انت ضعيف في اللغة ممكن تحول الموضوع للغة العربية، هيترجم لك كل الصفحة. وتقدر طبعا تقرأ، واي حاجة انت مش عايزها من الحاجات دي زي مثلا خط المائل انا مش عايزه، ممكن ادوس لا. يقتبس ممكن مثلا اخليها برضو، عريض دي ممكن اخليها لا مثلا. طبعا هنرجع تاني اللغة الانجليزية. التيبل انا طبعا حابب ان يكون في جداول، وحابب ان يكون في H3 اللي هو الهيدلاين، وليست، حابب يكون في ليست في المقالة بتاعتي. الانترنال لينكينج، لو انت عايز تلينك الويب سايت بتاعك بمواقع سيو، يكون الاثنين لينك مع بعض، تقدر تحط اللينك او الويب سايت بتاعك هنا وتلينك الاثنين ببعض. ولكن طبعا عشان انا مش عندي ويب سايت بنزل من عليه مقالات، فانا مش هقدر افعل الموضوع ده دلوقتي. عندك الاكسترنال لينكينج، هنا طبعا تقدر تحط لينك خارجي يقدر تضغط عليه من خلال المقالة ويوديك على اللينك على طول. الكونكت تو ويب، انت محتاج المقالة بتاعتك توصل للديب ويب بتاع الانترنت عشان يقدر يديك داتا كتير، وداتا كلها حقيقية، فانا بفعل الاكسس بتاعها وبخليه يس. سورس لينك، URL ولا لينك نيم، انا ممكن اخليه URL ولينك نيم. اللينكات بتاعت السورس او الانفورميشن او الحاجة المصادر بتاعت المقالة هخليها URL اللينك بتاعها واللينك نيم. عندك السيرش سورس، انا اخليه ريل تايم سيرش عشان يعمل لك سيرش في الوقت الحالي، كل المصادر اللي موجودة على الانترنت بياخد منها المعلومات بتاعتها اللي موجودة في الوقت الحالي. طبعا الحتة دي مهمة جدا برضو، لو انت قايل معلومة معينة في المقالة بتاعتك وحابب انك تحط جنبها رقم صغير كده عشان او نقطة صغيرة الناس لو راحت عليها يفتح لهم المصدر اللي جاب منه المعلومة، فانت بتفعل النقطة دي يس. السورس ديت، هنا انت بتختار انت عايز المصادر بتاعتك او عايز المعلومات اللي هتيجي عن طريق الانترنت تيجي في خلال ال 24 ساعة الأخيرة، ولا آخر أسبوع، ولا آخر شهر، ولا آخر سنة. all time بتجيب لك كل الداتا اللي موجودة. فأنا عشان مش بتكلم مثلا عن أخبار مثلا الأسبوع اللي فات، فأنا مش هفعل. لو أنا بتكلم عن مقالة بتاعتي بتتكلم عن
الاخبار في الاسبوع اللي فات فانا هكتب last week، ولكن انا عايز المعلومات، فالمعلومات انا عايزها على كل الاوقات فانا هخليها all time. وهنا تقدر تحط طبعا او تقدر تنشر المقاله بتاعتك تويتر، لينكد ان، فيسبوك، ايميل، واتساب، اي حاجه انت عايزها تقدر تفعلها من هنا. هتدوس يس وتفعل. لينك ابيج، هنا ممكن تخلي السيو رايتنج يكون مربوط بالمدونه بتاعتك، اللي هو بعد ما المقاله تتعمل تقدر المقاله تتنشر بشكل تلقائي جدا على المدونه بتاعتك. ده غير انك تقدر كمان انك تعمل لها سكيدول، يعني انت لو عملت مقاله معينه وعايزه تنزل النهارده الساعه 9 بالليل تقدر تعمل الموضوع ده، ولكن انا مش هعرف اعمل الموضوع ده قدامكم لان انا ما عنديش مدونه. بعد ما خلصت وحطيت كل الداتا الخاصه بالمقاله اللي انت عايزها هتدوس على رن، وبتستنى شويه لحد ما المقاله تبدا تتكتب وتخلص. الخطوه الثالثه هي نشر المقال، وبكده مبروك عليك، عندك مقال قادر انه يدخلك ربح بشكل مستمر. هتدوس على المقال بتاعك عشان تقراه، والمقال اتكتب بشكل احترافي جدا وبطريقه واخده الطابع البشري. والحلو في الموضوع زي ما قلت لك ان الموضوع بيكون مزود بصور وبيكون مزود بفيديوهات ليها علاقه بتاثير قله النوم، وكل الصور شكلها احترافي جدا. ولو خدت بالك هتلاقي ان في كل فتره هتلاقي ان في هيدلاين مكتوب عشان يكون سهل على الناس انها تقرا المقال. وادي فيديو، وادي الفيديو الثاني والصور، وادي الفيديو الثالث، والمقال مكتوب بشكل احترافي جدا. وانا كل اللي عليك بقى انك بعد ما تقرا المقال وتتاكد ان انت تمام ومبسوط منه تبدا تنشر المقال بتاعك على الموقع، ومبروك عليك. وروني شطارتكم في كتابه المقالات، وبعد ما تنشروا المقال في الموقع بتاعكم ابعتوا لي اللينك في الكومنتات وانا هقرا مقال. وما تنسوش عندنا كوبون خصم من الموقع هيديك 25% خصم مع اي اشتراك، والكود هو الفهيم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.